معنا سعيد منصور صاحب أحذية المنصور بالناصرة. احكي لي كيف شايف الإقبال على شراء الأحذية بمناسبة عيد الأضحى؟ مزبوط، الإقبال بعده لغاية إسا شوية ضعيف، لأنه الطقس شوي محير، لا هي صيف ولا هي شتاء، فهذا بدخل بالناس شوي. بقول لك اللي إذا ضلت صيف بلبس من عندي، إذا شتت ممكن يعودوا يشتروا جزامة وشي للشتاء يعني، وإن شاء الله خير. شو بتحب تهنئ الناس؟ نحب نقول لجميع الأمة الإسلامية والدرزية كل عام وانتم بخير، إن شاء الله أضحى مبارك على الجميع. نتمنى لهم جميع الخير الموجود عند ربنا. معنا تيسير كفيني، صاحب محل تيسير كفيني بالناصرة. احكي لي كيف شايف إقبال الناس على شراء الإكسسوارات؟ كل عام وانتم بخير للناس كلكم من هيك، لك بس يعني إقبال على ضيف كيف ضيف يعني هذا الإقبال أيام عادية يعني يعني نفس عيد الفطر ولا اختلف؟ اختلف ب 70% ولا عن جد؟ شو برأيك ليش؟ أيام عادية، حتى كان أيام عادية عن الشغل. طيب حتى برأيك ليش أكل؟ احنا شغلنا على أكثر على الغربية يعني، مش على أهل الناصرة. اليوم مشروع هذا اللحنيات اللي بتسلوم والمخالفات هاي هو سبب رئيسي بالمشاكل اللي بتعنا بالناصرة. حركة السلة بالناصرة هي أكثر رئيسي. اليوم بيجي واحد من بيت الناصرة عشان يصب بالناصرة بياخذ مخالفة 250 شيكل، تلاقيه 100 شيكل، برجعش على الناصرة. اليوم عشان تساوي شيء عن الشكل، مشروع عن الشكل، اعطيني للبديل بطاريه، تعطيني بديل، تعطيني حيوانات اكل كبير شيء عن الشكل. لازم يكون لما تساوي مشروع البلديه لازم تهتم بديل له، فيش بديل لنا. معنا ناصر منصور من ملحمة الشمال بالناصرة. ناصر احكي لي كيف شايف اقبال الناس على شراء اللحمة بالعيد؟ وضع الشغل شوي ضعيف، وضع الناس كاسي كثير. على صوتك. وضع تبع الناس شوي كاسي، والشغل على العيد مثل ما مش وقفات العيد. طيب شو أكثر إقبال الناس بتشتري لحمة العجل ولا الخروف؟ الناس بتشتري على العيد، بتشتري العجل وبتشتري الخروف، بس برضه يعني مش زي ما هو لازم. صارت تخفف أكثر. خفيف كثير. عندك أسعار لحمة الخروف والعجل؟ العجل 60 والخروف 80. عاملين تنزيلات عشان العيد؟ مش تنزيلات لأنه بعيادنا دائما عيادنا التجار ترفع الأسعار معروفة.